شكرا للزميل هشام الخنسي. مشاهدينا الكرام اينما كنتم طابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. عيدكم مبارك ومساء الفل للناس الكل في بركان الفيلودروم وفي اوقات تاريخيه بحضور النجوم العالميه بمناسبه دور نصف النهائي. في الحقيقه هو دور نهائي قبل الاوان بين فرنسا والمانيا، القمه الناريه في انتظارها كل سكان كوكب الارض لما تحتويه من منافسه تاريخيه شرسه بين الفرنسيين والالمان. الديوك الفرنسيه اكتوت بالنيران الالمانيه في اخر اكبر المواعيد، تريد الثأر على اراضيها وامام جماهيرها. والالمان مشاهدينا الكرام من اجل تاكيد قوه الاقدام هم ببساطه ابطال العالم، يريدون الانفراد بتاج القاره الاوروبيه على الاراضي الفرنسيه. اذا معمعه عالميه قويه بسافره ايطاليه يا ساده في الانتظار. الفيلودروم شعل فيه نار. نمر الى ثنائي الارتكاز شفاينشتايغر وامريكان. بدايه المباراه باعلان نيكولا ريتسولي لهذه المباراه النهائيه في دور نصف النهائي. ثلاثي وسط الميدان توني كروس، مسعود اوزيل، يوليان دراكسلا، والمهاجم توماس مولر المدرب من اعلى تراس في وسط الميدان. جريزمان بليز ماتويدي، جريزمان لليسار، لا بعيد على بايت، بليز ماتويدي منظومه رائعه، جول، لا مانويل نوير اكبر الحراس الالمان. هو الزمان في هذا الزمان، منظومه فرنسيه خرافيه تتصدى لها الدفاعات الالمانيه عبر السد العارين. هو مانويل نوير، شوف الكره واجمل صوره يمينيه جريزمان امام حارس الامان مانويل. رائعه الكره واللمسه ممتازه، ويعدي امريكان. توماس مولر، ليس جيرد مولر في الصندوق. مشاهدينا الكرام، المنتخب الالماني لما يغيبوا عليه منذ التاريخ عرفنا اكبر القناصين في المنتخب الالماني: جيرد مولر، كلاوس فيشر، رودي مولر، يورجن كريزمان، كارل هانس رومينيجي، روست روباش، ميروسلاف كلوزي وماريو جوميز. ابطال اوروبا للامم لما نحكي على 1984 مع ميشيل دالغو. وهذه الكره الالمانيه خطيره وامكانيه هيكتور. التصويب من امريكان والخطوره. دراكسلا مهاجم فولسبورغ خلق الخطوره. امريكان باليسار نجم ليفربول، ولكن مرت بسلام الحارس ايكو لوريس من افضل كذلك الحراس بالعالم، حارس سبيرس توتنهام. هو اذا ديمتري بايت، كل الجماهير الفرنسيه واقفه على اعصابها تستنى في الصاروخ العابر للقارات. ديمتري بايت يستنى فيه ناير، وكانت الكرة على اليمين كما قلت لكم مشاهدينا الكرام، الكرة على اليمين، ولكن ناير أسد العارين. واضح الحارس الألماني قرأ ألف حساب لتصويبات ديمتري بايت كما أنا نعرفها، فما بالك يعرفها مانويل نوير. مباراة على العال في انتظار الأهداف. كرة من اليسار، شفاينشتايغر، الترويض السليم. شفاينشتايغر كابتن الناسيونال ماينشافت يعطي كرة خطيرة ورائعة، يوسع التصويب من مسعود اوزيل. شفاينشتايغر، نار يا وخياني، نار. كرة شفاينشتايغر يتصدى لها ايكو لوريس. الالمان نار في هذا الزمان، الالمان معاهم لا يمر في الوضعيه الهجوميه. غريبه هذه التراجعات الفرنسيه. كيميتش يوسع وتصويب. دفاع فرنسا مرعب هذا المنتخب الالماني. ويبتعد بليز ماتويدي. بوجبا في انتظاره مانويل نوير. النارية قد تأتي من نجم اليوفي. بول بوجبا يسدد ولكن سهلة. مانويل نوير في الانتظار. أبرز حراس العالم يا بوجبا أمامك. أومتيتي رايح الباتريس إبرا. كرة جريزمان ذاع في هذا المكان.
جريزمان لم يكن فنان بكرة روعة من باتريس إيفرا. أوليفيه جيرو، بول بوجبا، كرة طويلة، التصويب بالراس من ديمتري بايت. ما زالت الكرة في الدفاع الألماني، الحكم يعطي مخالفة. ماذا يقول؟ يقول ضربة جزاء. ماذا يقول الحكم ريتسولي؟ يقول ضربة جزاء، يقول ضربة جزاء. قرار غامض من نيكولا ريتسولي، يعطي ضربة جزاء للمنتخب الفرنسي. حتى الجمهور الفرنسي مش مصدق، حتى الجمهور الفرنسي وكل الملاحظين والزملاء الاعلاميين بالجانب على اليمين على اليسار غير مصدقين لقرار الحكم الايطالي نيكولا ريتسولي. هذه هي الكرة، التدخل بين باسيان شفاينشتايغر وباتريس إيفرا. يبدو ان هنالك لمسة يد بالفعل من باسيان شفاينشتايغر. اليد اليمنى لكابتن المانيا، هو منعرج خطير للدفاع الالماني. ريتسولي يعطي ضربة جزاء بلمسة يد لشفاينشتايغر. مسعود أوزيل في حالة استغراب. المنتخب الألماني لم يقرأ هذا السيناريو. مانويل نوير الأسد الألماني أمام أنطوان جريزمان. يسارية نجم أتلتيكو مدريد في حواره مع مانويل نوير. لحظات تاريخية للكاتبة الفرنسية من أجل كتابة التاريخ، من أجل كل التاريخ يتقدم أنطوان جريزمان. جول! بركان غليان أنطوان جريزمان بأجمل الأقدام. ديدي ديشان في حالة ذهول. المنتخب الفرنسي مشاهدينا الكرام في ضربة جزاء يعطينا أسبقية في هذه الأوقات الكروية لهذه الجماهير الفرنسية. نار في ملعب الفيلودروم مشاهدينا الكرام. أنطوان جريزمان على يمين مانويل نوير، جابها له على يمينه، حطها له، وأسبقية للديك الفرنسية. سيح يا ديك يا فرنسي. نهاية الشوط الأول بتقدم للمنتخب الفرنسي بهدف أنطوان جريزمان. يا سلام. إذا مشاهدينا الكرام ستكون لنا عودة بكم من جديد عند ضربة بداية الشوط الثاني. يسار باتريس إيفرا، محور الدفاع سامويل أومتيتي ولوران كوسيني. ثنائي الارتكاز بريز ماتودي بول بوجبا. ثلاثي وسط الميدان الهجومي موسى سيسوكو أنطوان جريزمان ديمتري بايت والمهاجم أوليفيه جيرو. تشكيلة المنتخب الألماني، الحراسة لمانويل أو دقائق. لا يمكن أن يفرط المنتخب الفرنسي في فرصة مضاعفة النتيجة أمام بطل العالم. تعود الكرة باتريس إيفرا، جريزمان جيرو تصوب على الركنية. دخول مدوي للديك الفرنسي بحضور جماهيره القوية في استاد الفيلودروم. الركنية لديمتري بايت، يوزع جريزمان الكرة لكوسيني. طبعا هذا هو لوران كوسيني قلب دفاع لأرسنال، واللي نبهت عليه هو أو أوليفيه جيرو. يخسر الكرة على طول لبنديكت أفيديس، والعفو. بول بوجبا يحاول المراوغة. بوجبا يا سلام، يوسع مانويل نوير. جول! الهدف الثاني يا خياني. الفريق الفرنسي متحدي. الديك يصيح بحيرة سامي خضيرة. المنتخب الفرنسي في لحظاته المثيرة. الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي. أنطوان جريزمان أشمل الأقدام في هذا الزمان. هدفان من نار. هفوة قاتلة من كميش. وبول بوجبا يكسب المعركة ويوزع خروج نوير، وجريزمان لا يرفض الهدية الألمانية.
هدفان في أجمل زمان. لا يمكن لنا مشاهدينا الكرام وصف الحالة الاستيرية للجماهير الفرنسية في مدرجات استاد الفيلودرام. بركان وخلايان أبرز حراس العالم يهدي الكرة لأفضل لاعب في هذا اليورو، والكرة مرة أخرى إعصار فرنسي، إعصار في هذا المشوار. مسعود أوزيل 5 لاعبين ألمان ضد 5 لاعبين فرنسيين. يعود بسرعة بليز ماتويدي وانجولون كانتي. كيميتش يحذر وإمكانية التصويب على القائم الأيمن لجولوريس. كرة كيميتش على القائم الأيمن. شوف الكرة ترتطم بالقائم الأيمن وتحرم المنتخب الألماني في لحظات أن يكون ألماني. الإبداع قد يكون فرنسي. بوجبا على طريقة تيوفيلو كوبياس وبيرن شوستر وميشيل بلاتيني. الأكثر باش يكون أوزيل نجم أرسنال يتقدم. لا دراكسلر يسدد غريبة مرة أخرى وعجيبة على بضع مليمتر واحد يا حبيبي. كرة يوليان دراكسلر. توني كروس يتقدم بالكرة المنتخب الألماني. كروس مرة أخرى يربح بضغط أمتار يوسع كرة. الحظ الليلة مع المنتخب الألماني صعب 20 عام. مسعود أوزيل لتوني كروس. توني كروس يوسع وكرة. مستافي قلب الدفاع يضيع فرصة أخرى ثانية للمنتخب الألماني في ظرف دقيقتين. 11 دقيقة لعب لنا. هات الكرة كروس براس اوفيدنس. سامويل أومتيتي يتفرج. أندري جينياك يتعجب. وهذه هي كرة بنديكت اوفيدنس. كان أسرع من الكل اليوم للأمانة بغض الطرف عن النتيجة الإيجابية للمنتخب الفرنسي. جريزمان يا سلام ويعطي كرة موجود جينياك. شد هرب جريزمان. إيماد جينياك أمامه ليراي ساني يراوغ إصابة والحارس ماريان ناير. أوزيل توني كروس دراكسلر يغير لي كيميش على اليمين. اخر مناورات المنتخب الالماني يوسع. شنو هذا يا لوريس. لوريس على طريقة اعظم حراس العالم يرجع المنتخب الفرنسي ويقتل التشويق. جول لوريس. الروعة ورشاقة اشترى ومهارة من جولوريس حارس توتنهام. شوف يا سلام. جولوريس على الخط النهائي للمرمى. انتهت البطولة. باي ألمانيا. كل الاحترام للمنتخب الفرنسي. البرتغال فرنسا. لنا الآن نيكولا ريتسولي بيتأهل للمنتخب الفرنسي على حساب سحب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة. المنتخب الألماني بهدفين لأنطوان غريزمان. ذا بيست مان. لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل تحية. نقول حظ أوفر للجماهير الألمانية. ألف مبروك للجماهير الفرنسية في غليان وبركان في استاد الفيلودرام. المنتخب الفرنسي هو السلطان، هو حاكم الزمان. لكم من